السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخلي كل أيامكم أعياد كده إن شاء الله. كنا بنتكلم بقى عن الترانسبورت لاير وهي بتعمل إيه وبالذات جزئية الفلو كنترول لأن هي أهم جزء في الموضوع ده، بيجي عليها أسئلة كتير وبالذات السؤال المقالي اللي في الامتحان. طيب نبدأ من الأول. الترانسبورت لاير دي لاير فين أصلا؟ يعني هي لاير موجودة فين أصلا؟ الأول في ال OSI موديل بيتكون من 7 مراحل. هو المفروض بيجي في دماغ أي حد كده لما أنا ببعت رسالة مثلا في واتساب من موبايل أندرويد بتروح لحد تاني على موبايل شغال بالاي او اس على واتساب عادي. ازاي الطرف التاني ده هو بيستقبل الرسالة؟ واصلا واتساب على موبايل الاندرويد ده مكتوب بلغة برمجة غير اللغة التانية اللي مكتوبة على الابليكيشن اللي على الابل مثلا او الاي او اس. ده بيتم عن طريق الاو اس اي موديل، هي مسؤولة ان هي توصل الرسالة من هنا لهنا، باختلاف بقى الاوبريتنج سيستم شغال ازاي. يعني مثلا الرسالة بتتبعت من لابتوب مثلا شغال بالويندوز لموبايل عادي، انا ممكن افتح واتساب هنا على اللاب وهكذا. المسؤول عن الموضوع ده الاو اس اي موديل. والطبقات دي او اللايرز دي بتكلم بعضها بحاجه اسمها الانكابسيوليشن. بتكلم بعضها بحاجه اسمها الانكابسيوليشن. كل واحده منهم ليها بروتوكولز عامه، ليها بروتوكولز وليها بروتوكولز وهكذا. ترانسبورت لاير ليه تي سي بي واليو دي بي هنتكلم عنهم النهارده وهكذا. فاذا كل واحده من دول بتكلم بعضها بالانكابسيوليشن، بتحط هيدر، يعني كل خطوه بننزلها من هنا لهنا ومن هنا لهنا بتحط هيدر بتضيفه. تمام. طيب هنا بقى نفترض مثلا ان هنا عندي ايه، واحد بيبعت رساله وبي مثلا حد بيستقبل رساله. كويس. هنا الابلكيشن وليكن مثلا واتساب او اي ابلكيشن، جوجل، اي ابلكيشن مش تفرق معانا. طيب بعت رساله، دوست على يو ار ال او هكذا، بيبدا هنا ده يديها هيدر ويديها للبرزنتيشن، تعمل عليها كم عمليه ويديها للسيشن، تعمل عليها كم عمليه. الترانسبورت بقى بتعمل ايه؟ اول خطوه واهم خطوه في الترانسبورت مكتوبه هنا سيشن استابليشمنت، تبدا السيشن او بتبدا الجلسه. بعد كده الترمينيشن وهي المسؤوله ان هي تنهيها برضه. السيشن مانجمنت كنترولد باي، دي بقى اهم حته ودي من اهم الوظائف. السيجمنتيشن، التقسيم. يعني هي وصلها رساله هتبدا تقسمها، تبدا تقسمها كذا جزء، جزء 2 3 ايا كان بقى. تمام. وتدي لهم هيدر، يعني تدي لكل جزء من دول هيدر. الهيدر ده هيكون فيه كذا جزء برضه، يعني ده البرنامج اللي كان بيشرح الدكتور هيكون فيه السورس بورت والديستنيشن بورت وهكذا، بس ده التي سي بي مش اليو دي بي. فهتدي له هيدر وكل هيدر فيه معلومات معينه وهكذا، ويكمل عادي الرسالة تخش للنتورك يحصل لها هيدر تاني وهكذا وهكذا. طيب مين بقى بيفك الكلام ده؟ يعني هنا الفيزيكال دي مش بتحط عامة هيدر، الفيزيكال دي بتبقى جواها بيتس أصلا، بيبقى جواها أصفار ووحيد مع أسلوك، حاجة هتمشي في أسلوك هتوصل هنا. كل لاير مسؤولة تعمل دي كابسيوليشن للحاجة اللي حصلت منها. يعني اللي بيعمل دي كابسيوليشن للترانسبورت لاير هي الترانسبورت لاير اللي قدامها، هي بتبدأ بقى تجمع الفريمز دي، يعني دي كانت 1 2 3، هي دي اللي هتجمعها، يعني هم هتيجي هنا وتتجمع. كويس. فدي ازاي بيتكلموا مع بعض. تمام. عايزين بقى نخش على السيجمنتيشن دي اتكلمنا عنها، السيكونسنج الترقيم، تمام، الايرور ديتكشن. احنا ليه اصلا قسمناها؟ يعني ايه الفايده ان احنا نقسمها؟ طب ما ليه ما بعتناهاش جزء واحد؟ ليه قسمناها حتت صغيره؟ ده بيساعدنا في موضوع الايرور. ليه؟ لو انا مثلا ببعت ملف كبير 1 جيجا، تمام، لظروف ما الباكت ده او الملف ده ما وصلش، هل هضطر ابعته كله تاني؟ قال لك لا، انت مش مقطعه حتت، مش في جزء بس حصل فيه ايرور، خلاص ابعت بس الجزء اللي حصل فيه ايرور ده، كده المشكله اتحلت ولا لا؟ فده حل من الحلول او فايده من الفوائد اللي ضافتها لنا ان احنا نقسمه او السيجمنتيشن. حلو. برضو ممكن نبص على هنا في الويب سايت، يعني ده ملخص سريع. زي ما اتكلمنا الابلكيشن لاير فيها بروتوكولز، ترانسبورت لاير فيها تي سي بي واليو دي بي، الانترنت لاير فيها، خدنا احنا الكلام في الانترنت لاير. طيب سيشن ترمينيشن، كل واحده من دول الحاجات الاساسيه، يعني السيكونس ايرور كنترول، بتبدا تقسمهم على اجزاء، تبعت جزء معين لو حصل فيه ايرور وهكذا. ايه بقى السي ار سي ده؟ هو عباره عن ايه؟ والله دي عمليه حسابيه بتتم باستخدام الاكس اور جيت وبتتحسب عادي، يعني بتشيك بيها البيانات وصلت صح ولا غلط، بس بمنتهى البساطه. مهم نعرف برضو ان هي 4 بايت عشان بيتسال الايكويشن دي بتطلع 4 بايت. هنا برضو اسئله هنشوفها مع بعض. بيسال مثلا ايرور ديتكشن ترانسبورتر يوزز ايه سي ار سي، عشان اوريكم الاسئله بتيجي ازاي يعني على كل جزئيه. تمام. فالسي ار سي دي ايكويشن، الايكويشن دي عباره عن ايه؟ بتتعمل في الطرفين، يعني مثلا هنا
ادي الرساله اللي هبعتها بيتس جنريت سي ار سي اتبعت هنا. هنا هتعمل على نفس العمليه بالاكس اور جيت وفيريفاي، لو هي نفس الكود هيقول لك خلاص تمام. فده نوع من الايه، من التشيك اللي بنعمله. حلو. طيب ولو في مشكله بتعمل دروب للداتا ما بتدخلهاش اصلا. طيب الايرور كوركشن when segment arrive to the receiver with error، وحصل لها ايرور، the receiver ايه دروب ات، بيوقعها اصلا مش بياخدها معاه. كويس. and order sender to resend it، بيقول له بعتها تاني. الريلابيلتي الموثوقيه make sure the segment are correctly received، يتاكد ان هم وصلوا صح والترتيب، لان هو اصلا مش بيستقبلها غير لما تكون وصلت بترتيبها. يعني مثلا ما ينفعش يستقبل 3 قبل 2، هيرفض كده اصلا، هيعملها دروب. ده بقى خدنا موضوع النهارده اللي هو الفلو كنترول. حلو. قلنا الريسبونسبل فور الكلام ده السيجمنتيشن، الايرور ديتكشن، والسيشن ادريسنج. وفي حاجه مهمه، السيشن ادريسنج هنا بيحصل ازاي؟ بيديله ايه؟ بيديله بورت نمبر. السيشن ادريسنج هنا بيحصل ان احنا بنديله بورت نمبر. ممكن برضو نوضح حته البورت نمبر دي. ايرور ريكفري الويندوينج، البورت نمبر ايه اللي بيحصل؟ لو انا مثلا هنا على جهاز ايه دوت فاتح مثلا 3 تابس على فيسبوك، تاب A وتاب B وتاب C، تمام. فاتح 3 صفحات مثلا، صفحة مثلا كورة مثلا، وصفحة تانية بتاعت واحد صاحبي، وصفحة تانية بتاعت واحد صاحبي تاني. عملت لايك هنا، وعملت هنا كومنت، وعملت هنا شير، او عملت كومنت للتلاتة. ازاي السيرفر بتاع جوجل اللي هو الناحية التانية ده هيفهم الموضوع ده؟ يعني ازاي هيقدر يعرف والله ده كله، يعني هو كل دول تبع الموقع ونفس كل حاجة. ده بقى بيعرفه منين؟ بيعرفه من حاجة اسمها البورت نمبر. بيعرفه من حاجة اسمها البورت نمبر. البورت نمبر ده انا بديه لكل واحد من دول، ده بيعمل لي السيشن اصلا. البورت نمبر مع الاي بي مع الكلام ده كله بيعمل لي السيشن نفسها. فمثلا هو لو ده التي سي بي هيدر، لو الديستنيشن بورت، لو الديستنيشن بورت 80، هنعرض دلوقتي البورتات ايه حكايتها. انا بقول مثلا يعني، فانت هنا عندك البورت نمبر مثلا بتاع ده اداله رقم راندوم مثلا وليكن 2000، تمام، وادى ده مثلا 3000 وده هكذا. فبيعرف يفرق ازاي بين الجلسات بالبورت نمبر. حلو الكلام ده. ده اصلا مش مكانه هنا، نمسحه. احنا هنا اصلا كنا عايزين نشرح حاجه تاني. ايه بقى موضوع الفلو كنترول ده؟ انا كاتب هنا جنبها بالعربي: منع المرسل من ارسال بيانات اكتر من قدره المستقبل انه يعالجها. يعني ممكن نستخدم، يعني توضح لنا شويه موضوع الفلو كنترول ده. هنا لو انا مثلا هنا هو كاتب لي البروسيسنج ريت 30%، هنا الدنيا ماشيه عادي، ده بيرسل وده بيستقبل والدنيا ماشيه عادي، ده بيبعت وده بيستقبل. لو زودنا عن ال30 يعني 30 هنا، هتلاقي الدنيا ممكن تبقى تمام. زودنا شويه 36 او 37 يحصل حاجه اسمها اوفر فلو، يعني دي بعد ده مش قادر يستحمل الكميه اللي هو بيبعتها. فدي مشكله. طيب ازاي بقى هنعمل سيطره، او ازاي نحل المشكله دي؟ قبل ما نخش على المشكله دي محتاجين نوضح بس الفرق بين ان هو هنا ذكر التي سي بي واليو دي بي الاول، نذكرهم الاول. احنا قلنا ان في بروتوكولز زي التي سي بي واليو دي بي، ده بنستخدمه امتى وده بنستخدمه امتى؟ التي سي بي قال لك بنستخدمه لو حاجه ايه، ده ممكن نسميه ان هو رخيص شويه، زي مثلا احنا عايزين نوصل حاجه، مش مهم توصل يعني في قد ايه، مش مهم بالنسبه لنا التايم، المهم ان هي توصل صح، تمام. ده بنستخدمه في اي حاجه، في التصفح العادي، في بعت الايميلات مثلا، انا لازم الايميل يوصل لي زي ما هو، زي ما ده بعته استلمه، فبنستخدم التي سي بي. طيب ودي فيها الفلو كنترول اصلا اللي احنا بنشرحه، لان هو ماشي ازاي. هو لو وصل لي حاجه لازم الطرف الثاني يتاكد ان هي وصلت. يعني مثلا ممكن نرسمها هنا كده، انا هنا الطرف ده اللي ببعت وده الطرف اللي بيستقبل، ادي A وادي B. ده بعت باكت او بعت رساله، انا مش هبعت اللي بعدها غير لما ده يرد عليا يقول لي تمام انا استلمتها، يرد عليا باكنولجمنت، هنسميها اكنولجمنت، يقول لي تمام انا استلمت ده. مش هبعت غير لما ده يرد عليا. ده اساسي في التي سي بي. لكن اليو دي بي هقول لك ابعت عادي، ابعت زي ما انت عايز، انا مش هوقف طول ما انت بتبعت، انا مش هوقف. طب ده مفيد في ايه؟ لو انت مثلا فاتح زوم ميتنج، انت فاتح زوم ميتنج، هل مثلا لو دكتور بيشرح في زوم ميتنج اونلاين او كده وقع منه كلمه، او هو مثلا قال السلام عليكم مثلا، واحنا المفروض نرد عليه ونقول عليكم السلام، المفروض نرد في نفس اللحظه، ما ينفعش. ما ينفعش نستنى مثلا وقت وبعد كده نرد السلام، صح؟ فهو لازم يوصل الكلام في نفس اللحظه. لو حصل لاج او حصل مشكله نقول له عيد الكلام تاني، ما هو ممكن يحصل ايرور في النص، كلام يعلق او كده. ده من عيوب اليو دي بي، بس ده مش عيب، هو ما هو لازم يوصل في نفس اللحظه.
فانت زي بتاخد مميزات ده وعيوب ده على حسب انت عايز تستخدم ايه بقى المهم في اليو دي بي او نعرفه من السلايدات. نحفظ دول ان ال HTTP ده تبع التي سي بي. التصفح انت لازم يوصلك لحاجه زي ما هي بالظبط، عكس اليو دي بي الحاجات اللي فيها ريل تايم عامه، الفيديو، الفويس، الجيمز دي مثلا بيأثر فيها موضوع البنج وانت بتلعب. انت دلوقتي عايز نفس الحاجه اللي تحصل تسمع عندك في نفس اللحظه، مش مهم لو حصل دروب في حاجه مثلا في الفريمات مش عارف ايه، عادي، هو لازم الموضوع يحصل في اللايف. طيب والدي اتش سي بي المفروض نحفظ دول كلهم لانهم بيتسال عليهم، يعني دي اسئله امتحانات سنين سابقه تمام، من الاربع امتحانات اللي معانا اللي على جزئيه الترانسبورت. فبيتسال في الجزئيه دي مثلا بيجي يقول ال HTTP يوز سويتش ترانسبورت لاير، تقول له تي سي بي. طب الدي ان اس في نوعين دي ان اس، يوزر تو دي ان اس ده بيبقى تبع اليو دي بي وهكذا، يوزر تو دي ان اس بيبقى تبع اليو دي بي. فنحفظهم جزئيه سهله وبسيطه يعني، وعرفنا ده بيستخدم امتى وده بيستخدم امتى. ايه بقى موضوع البورتات ده اللي كنت بحكي عليه؟ في تقسيمتين للبورتات مش مكتوبين هنا عامه، بس هم المفروض نكون عارفينهم. يعني هو هنا سائل عليهم الدكتور، السؤال رقم 180. The range of ports received for system service or commonly used protocols is من 0 ل 1023. دول احنا عارفينهم، يعني دول ويل نون، بيسموهم ويل نون بورتس، يعني احنا عارفين هم بتوع ايه اصلا. تمام. في منهم شويه لازم نحفظهم اللي هم دول عشان بيتسال عليهم برضه، هتلاقي البورت ده بتاع ايه، ده بورته كام، ده البورت بتاعه كام وهكذا. فمن 0 ل 1023 دي حاجات محجوزه واحنا عارفينها المفروض كل واحده بتاعت ايه. بعدها عادي ادي بورت زي ما انت عايز، زي المثال اللي انا ضربته هنا بالظبط كده. ده هو لما قلت ان ده فاتح كذا تابه كلهم تبع فيسبوك، كل واحد منهم اداله بورت نمبر، كلهم رايحين لنفس الديستنيشن اللي هو اتش تي تي بي. تمام. طب الفلو كنترول لو الجهاز ده قوي شويه فيقدر يبعت 3 ملفات في نفس الوقت، هو راجل قوي ومعالج قوي يقدر يبعت 3 ملفات في نفس الوقت. طيب الجهاز ده ضعيف شويه، هو ما يقدرش يستقبل غير 2 بس، التالت ده هيقع خلاص كده، يعني مش هنعرف نستقبله. طيب ولا نعمل ايه؟ دي بقى مهمه الفلو كنترول، دي مهمه كلها بتاع، يعني ده اللي هيعمل لنا بقى التفرعات كلها بتاعت الفلو كنترول. تمام. عايزين بس نراجع الحاجات. احنا قلنا ايه ترانسبورت لاير، قلنا ايه هو الترانسبورت لاير، والترانسبورت لاير بيعمل ايه، واتكلمنا عنه في المودلز، واتكلمنا عن البورتس، واتكلمنا ايه البيزك ايديا بتاعت الفلو كنترول. طيب تعالى بقى نتكلم عن الفلو كنترول بالتفصيل اكتر بقى. الفلو كنترول اصلا قبل ما يبدا، احنا دلوقتي بنتكلم في التي سي بي، خلاص اليو دي بي اصلا عرفنا ان ما فيهوش فلو كنترول ولا في الكلام ده كله. حتى هنلاحظ من شكل الهيدر، بص شكل الهيدر بتاعه صغير ازاي، بص التي سي بي هيدر فيه تفاصيل اكتر بكتير بتاع التي سي بي هيدر. طيب قبل ما يحصل الكونكشن ويبدا التواصل لازم يتاكد ان الطرف الثاني اصلا موجود، بيعملوا حاجه اسمها 3 واي هاند تشيكينج. طيب بيبعتوا رسائل لبعض سينكرونايز كده، بيقولوا السلام عليكم، التاني يرد يقول له عليكم السلام، بعد كده بيبداوا الاتصال عادي ماشي. فلازم يحصل الثري هاند تشيكينج ده، مش مهم التفاصيل هنا دي الدكتور ما ذكرهاش يعني. بس هي عليها سؤال فيه يعني لخبطه شويه، لان هو الدكتور مجاوبه 2، هو ممكن يحتمل اجابه ان هو يبقى 1. اللي هو اي سؤال؟ كان السؤال ده رقم 167. in TCP السynchronous والاكنولجمنت سيجمنت consumes how many sequence number. المفروض لو بحثنا هنلاقي السynchronized دي بتاخد 0 ودي بتاخد 1، فالإجابة تبقى 1. الدكتور كان مجاوبها 2، يعني الدكتور مجاوب دي 2. تمام، مجاوب دي كده 2. فأنا شايف نلتزم بحل الدكتور يعني، إن هو معتبر دي عادي ب1 ودي ب1، فخلاص هي 2 مش مشكلة. حلو. اتكلمنا عن دي والتي سي بي واليو دي بي، واتكلمنا عن ارقام البورتات، كل بورت بيعمل ايه، ده 80، ده 443 اتش تي بي اس اللي هو سكيور، سند ميل، الكلام ده كله عادي نحفظهم. كلام عن جزء الفلو كنترول، عايزين بقى نتكلم بالتفصيل عن كل واحده منهم. يعني كل نظام من دول فيه ايه. الفلو كنترول هنا is a technique for ensuring that the transmitting entity doesn't overwhelm a receiving entity with data. The receiving entity typically allocates a data buffer of some maximum length for a transfer. يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه هنا، ان هو بيتاكد ان انا ما اقدرش استقبل اكتر اللي انا استحمله او الطرف الثاني يستحمله. تمام. when data are received the receiver must do a certain amount of processing before buffering the data. ده اللي بنتكلم عليه. فهنا الفلو كنترول to begin
we examine mechanism for flow control in absence of errors. The model we will use is depicted in the figure. ده بيشرح لك الموضوع يمشي ازاي، تمام؟ عشان بعد كده هو هيفضل يشرح بنفس التكنيك ده، ان هنا في سورس وهنا في ديستنيشن وبعد من هنا لهنا مع مرور الوقت. طيب الفلو كنترول ده قبل ما نبدأه محتاجين نفرق بين حاجتين، الترانسميشن تايم والبروجريشن تايم. ايه الترانسميشن تايم ده الوقت اللي بياخده كارت الشاشة عشان يضخ البيتس بتاعتي في السلك، تمام؟ انا لسه ما سافرتش من نقطة A ل B. يعني مثلا هنا انا عايز اسافر من هنا لهنا، هنا في كارت شاشة، يعني الجهاز ده ليه كارت شاشة مش كده؟ الجهاز ده ليه كارت شاشة صح؟ ياخد وقت معين عشان كارت الشاشة ده يحط البيتس بتاعته جوه السلك، ده بنسميه ترانسميشن. طب الوقت اللي من هنا لهنا اللي من الجهاز ده للجهاز ده بنسميه بروجريشن تايم. حلو تمام. طيب is the time takes for a bit to traverse the link between source and destination. طيب الداتا are sent in sequence of frames، بتتبعت في شكل frames with each frame containing a portion of data and some control information. يعني قصده انه بيبعت الداتا ويبعت الهيد معاها. طيب عايزين بقى نشوف التكنيكس، يعني هو مش اسلوب واحد بس، لا ده في كذا اسلوب. اول اسلوب معانا اللي هو ستوب اند ويت. يعني ايه ستوب اند ويت؟ يعني من اسمه كده هتبعت وتستنى. تستنى مين؟ تستنى الاكنولجمنت. يعني انا بفضل ابعت بيانات واستنى مين؟ استنى الاكنولجمنت. تمام. قبل ما نشوف النوع البسيط دوت، تمام، نبعت اهو سند فريم 1، بستنى اكنولجمنت 1 عشان ابعت، بعد كده اقول له سند فريم 2، بستنى الاكنولجمنت 2 عشان ابعت اللي بعده. ممكن اخليه يشتغل لوحده. الموقع ده هسيب لكم اللينك بتاعه تحت عادي في الديسكربشن. وهكذا. الافشنسي بتاعتي دي وحشه ليه؟ يعني ليه افشنسي 20%؟ ده انا بستنى وقت كتير. طب يعني هو انا كل ما يبقى عندي رساله هقعد اقسمها باكيتس واقعد استنى كل ما واحده تبعت؟ ده مش منطقي. فلك ممكن يعمل ايه بقى؟ طب ليه ما بعتش 1 و2 و3 و4 مع بعض واستنى الرد ان الاربعه وصلوا مره واحده؟ ده يدخلنا بقى الموضوع السلايدنج ويندو، وده النهارده يعني موضوع مهم وفيه تفاصيل كتيره وهيجي عليه سؤال في الامتحان، فلازم نركز فيه. الجوهر بتاع الفكره دي ان احنا عايزين نبعت كذا باكيت او كذا فريم مع بعض، تمام؟ طيب الموضوع بيمشي ازاي؟ بيمشي بالويندو سايز. هنا امثله ومش عارف ايه، ممكن هي الرسمه دي اللي مهمه هتوضح الفكره وفيها احسن من الكلام. يعني انا يبقى عندي ويندو سايز معين وليكن من 0 ل 4 كده، الويندو سايز بتاعي كام؟ 5، تمام؟ انا دلوقتي عايز ابعت ده للطرف الثاني. الطرف الثاني احنا متفقين مع بعض من الاول، انا معرف الويندو سايز بتاعي ومعرف كل حاجه، فالطرف الثاني عارف ان ده 4 برضه. انا لما بيجي لي اكنولجمنت الويندو دي بتبدا تتحرك، بتعمل شيفت الناحيه دي. window expands from leading edge as acknowledgement received. مجرد ما يجي لي ان البيانات استلمت من هنا اقدر اكبر الويندو دي. وهنا last frame transmitted، اخر فريم اتبعت، يعني 7 ده اتبعت. ده المنظور بالنسبه للسندر اللي بيبعت، وده المستقبل، تمام؟ والفريم سيكونس نمبر نبص الاسهم اللي من فوق، فريمز اوريدي ترانسميتد لحد هنا، كل دول اتبعتوا، تمام؟ طب دول لسه في عمليه الارسال. طيب دول 6 و7 فريمز بفرد انتل اكنولجمنت، دول اتبعتوا بس لسه ما وصلهمش اكنولجمنت، تمام؟ دي الحاجات الاساسيه اللي هنا. دي لاست فريم اكنولجد، 5 دي وصل لها اكنولجمنت. طيب تعالى نشوفها في شكل الانيميشن اللي هنا. انا احدد ويندو سايز زي اللي هنا مثلا. هنا ويندو سايز كان كام؟ 1 2 3 4 5، وليكن 5. حلو. هعمل سند فريم، بعت 0. تعالى نبص الريسيفر، المفروض هنا وصل له وصل له الصفر. نعمل سند فريم تاني، وصل 2. حلو. الريسيفر لسه مفيش حاجه. نعمل سند فريم بيظل 3. بص كده هعمل ريسيف اكنولجمنت. بعت اكنولجمنت كده، هو بعت اكنولجمنت الاول 1. ليه الصفر؟ يعني الصفر طلع بره الويندو بتاعتي، يعني خلاص كده الصفر اتخزن عندي، تمام، وانا استلمته. دول لسه ما حصلهمش اكنولجمنت، فانا لسه محافظ عندهم في الويندو بتاعتي. بص هنا اللي حصل، الصفر طلع بره برضو عشان حصل له حصل له اكنولجمنت. يبقى اذا هنا بقى عندي بقى عندي حاجات قبل الويندو على طول، ده خلاص حصل لها اكنولجمنت. زي هنا اللي قبل الخط حصل له اكنولجمنت، تمام؟ هنا اللي قبل الخط دول حصل لهم اكنولجمنت زي الصفر في الحاله دي. طب الواحد والاثنين دول زي هنا، زي اللي هنا دول، 6 و7 دول هم اتبعتوا
بس لسه ما جالهمش ايه اكنولجمنت. بص كده لما اعمل ريسيف اكنولجمنت كده جالهم اكنولجمنت، الاثنين لسه اتبعتت بس ما جالهاش اكنولجمنت، ريسيف اكنولجمنت. اروح الناحيه الثانيه الاقي اتحرك. تمام، طيب حلو جدا. كده فهمنا شويه ازاي ده حصل، فهمنا ازاي الموضوع ده تم. ان انا ببعت فريم، التاني التالت اخد اكنولجمنت بتاعت واحد، التاني هاجي هنا الاقي نفس الكلام. حلو جدا، كده تقريبا فهمنا الموضوع ماشي ازاي. هنا نفس الكلام، بعت 0 و1 و2 واستلم 3، نفس اللي احنا بنقوله بالظبط. طيب ايه بقى الار ان ار دي والار ان ار، ونشرح معاها البيجي باكينج دي. الار ان ار اول حاجه في حاجه اسمها، يعني ايه كلمه ار ار دي الاول قبل ما نخش على جزئيه الار ان ار. يعني ايه ار ار؟ يعني ريسيف ريدي، يعني انا مستعد استقبل اللي بعده، مستعد استقبل 3 اللي هي هنا في الاول. كويس. طيب بما ان انا مستعد استقبل 3، ايه بقى الار ان ار دي؟ اللي بتتبعت ريسيف نوت ريدي، يعني انا مش قادر استقبل تاني. يعني انا هنا مثلا مش عارف مرسومه ولا، ما اظنش ان هي مرسومه. انا دلوقتي بعت، فهو بعت ار ان ار 4، يعني انا استلمت 3. تمام، انا استلمت 3 بس مش هقدر استقبل تاني، البفر بتاعي اتملى. يعني ده معنى السؤال، يعني هو ممكن هنا اظن نسال عليها برضو. السؤال رقم كام اهي. receives not ready is sliding window protocol means ايه؟ the receiver acknowledged former frames but forbids the transfer of future frames. يعني هو استلم الفريم السابق، تمام، but forbids a transfer of future frame، مستني يستقبل الفريم اللي بعده. يبقى الار ار ready to receive، مستعد ان هو يستقبل 4. ار ان ار مش مستعد. طب يعني ايه بقى البيجي باكينج دي؟ يعني ايه فكره البيجي باكينج دي؟ البيجي باكينج دي يعني انا ببعت ايه؟ ممكن نبعت فريمات الاول، يعني نعمل acknowledgement بيجي باكينج. البيجي باكينج دي يعني انا اقدر ابعت بيانات وانا ببعت الار ار. يعني ايه برضو؟ يعني بدل ما انا رساله الاكنولجمنت دي راجعه وايديها فاضيه، يعني انا مثلا لما كنت ببعت acknowledgement receive acknowledgement send frame، هنا ببعت فريمات بعد كده receive acknowledgement، بدل ما رساله الاكنولجمنت دي كانت بترجع وهي فاضيه، انا ببعت معاها بيانات وهي راجعه. تمام، فدي فكره البيجي باكينج. تمام. To provide efficient future known update, piggybacking is typically provided. Each data frame includes a field that holds the sequence number of that frame plus a field that holds the sequence number used for acknowledgement. فبتبعت السيكونس نمبر وبعد كده بتبعت الاكنولجمنت معاها، فهي بتشيل بيانات مع ان هي بتشيل الاكنولجمنت. دي الفكره بتاعتها. هو سأل عندنا هنا برضو piggybacking is sliding window means ايه؟ sending both data and acknowledgement together in one frame. حلو، دي اللي كنا بنتكلم عنها sliding window control protocol. If situation has an acknowledgement but no data to send, it sends a separate acknowledgement frame such as RR or NR. طيب if station has data to send but no new acknowledgement to send, it must repeat the last acknowledgement sequence number that is sent. يعني لازم تكرر نفس اللي فات. تمام، يعني لو الستيشن has data اللي انا ببعت منها but no new acknowledgement، مفيش acknowledgement جديد، المفروض تعمل ايه؟ repeat the last acknowledgement sequence، تشوف اخر acknowledgement sequence جالها وتكرره تاني. This because the data frame includes a field for the acknowledgement number and some values must be put into that field. ممكن الكلام ده يوضحه مثال اكتر. يعني مثلا هنا دي هنشرحها برضه في الاخر. قسمها لي، ادي عمل segmentation. بص في هنا source number و destination number و sequence number و acknowledgement number. هيبعت هنا مفيش acknowledgement number، هنا acknowledgement number هيبدأ يظهر. هنا الويندو سايز بتاعه 3، يعني هيرد بعد ما 3 يترسلوا، في 3 اتبعتوا هيرد عليها acknowledgement 4. فاذا الاكنولجمنت نمبر ده انا بعمل عليه 1 بقول له ابعت اللي بعده. ده فايده الفلو كنترول اصلا. تمام، عشان برضو نمشي نبقى عارفين وصلنا لحد فين، مش حاجه فوتناها. قلنا الستوب اند ويت فلو كنترول كان عباره عن ايه؟ قلنا السلايدنج ويندو ديتيلز، قلنا الار ان ار بيجي باكينج. الايرور كنترول لسه فيها كلام شويه. Error control refers to mechanisms to detect and correct errors that occur in the transmission of frames.
اللوست فريم A هنا مثلا fails to arrive to the other side، هنا فريم اصلا ما وصلش، لكن damaged frame a recognizable frame does arrive but some of bits are in error، يعني هو وصل بس كان في مشاكل فبرضه بيرميه وبيطلبه تاني. طيب حلو الكلام ده. الايرور كنترول refers to mechanism to detect the correct error that occurs in transmission frame، يعني بحدد وبصحح الايرور حصل فين. The most common technique for error control is automatic repeat request. ده بقى اللي يدخلنا في الموضوع الأكبر. إيه هو؟ إن أنا مثلا دلوقتي في النظام القديم كنت ببعت تمام، وحصل دامج لفريم 2، حصل دامج لفريم 2. يعني نيجي هنا كنا بنتكلم، ده برضه بيوضح السلايدنج ويندو. هنا بيقول لك Windows size is 7 neither station has sent any frames both windows has been from 0 to 6. ازاي بنحسبها؟ هنقول له ازاي بنحسب دي دلوقتي. في الخطوة اللي بعدها بقت ايه؟ 0 و1 و2 دول اتبعتوا. طب هنا لسه ما حصلهمش acknowledgement، الويندو هنا هتتحرك، جالها RR3 يعني مستعد يستقبل 3 من أول 3، فيروح باعت وهكذا. ايه بقى الايرور كنترول والكلام ده كله؟ انا هنا في القديم لما كنت ببعت وبستنى، ده مش هيرد غير لما يوصل له اكنولجمنت. طب افرض الفريم واحد ده ما وصلش، فالاكنولجمنت ما اتبعتتش، او الاكنولجمنت ما اتبعتتش اصلا، يعني الاكنولجمنت ذات نفسها ما اتبعتتش من اساسه. انا اعمل ايه ساعتها بقى؟ هل انا افضل مستني؟ ما هو كده ما فيش حاجه هتحصل، انا هفضل مستني في حاجه اسمها اندرويد. فقال لك لا، احنا هنحط تايمر، نحط مؤقت. حلو، ده بيسموه ايه؟ الاوتوماتيك ريبيت ريكويست. The effect of ARQ is to turn an unreliable data link into reliable one. دي بقى اللي بتحل المشكله. عندنا منها 3 انواع: ستوب اند ويت، الجو باك ان، السلكتيف ريجكت. ايه تفصيل كل واحده منهم؟ يعني ايه تفصيل كل واحد منهم؟ هيبقى واضح جدا دلوقتي من الانيميشن. انا دلوقتي الستوب اند ويت، انا ببعت وبستنى مده معينه، والله المهله بتاعتك خلصت، هعمل ايه؟ هبعت تاني بس. ما نعمل ايه يعني؟ هنا مثلا تمام، بعت 3 فريمات، هبدا اعد 15 ثانيه، ما جاليش اكنولجمنت، هعمل ايه؟ هبعت تاني. هبدا اعد، ما جاليش اكنولجمنت، هبعت تاني. خلاص الطرف التاني ما ردش، خلاص هقفل السيشن اصلا. تمام. فدي الفكره من اول يعني اول تكنيك اللي هو ستوب اند ويت. ممكن نقرا من السلايدات. ستوب اند ويت based on stop and wait flow control technique source about acknowledgement. The frame that arrives at the destination could be damaged. The receiver detected this by using the error detection technique. To account for this possibility, the source destination is، يعني كلام الصراحة كتير، مش يعني كلام على الفاضي. تعال نشوف في رسم أحسن. هنا هو بيشرح 4 سيناريوهات تقريبا. تعال نمشيهم سيناريو هنا، أو ممكن ناخدها نفسها كده نوديها هناك. ناخد دي كده، كنت صورها الفيديو عادي. كلامنا عن الايرور كنترول، كلامنا عن السي واليو دي بي، بس لسه هنا في كلام على الهيدر شويه، نتكلم اكتر عن الهيدر بتاعه، بس نشرح الفكره دي. ايه الفكره دي بقى؟ الستوب اند ويت، نازل دي شويه نتكلم عنها دلوقتي. بعد دي. ايه الستوب اند ويت دوت؟ هو هنا عشان ما يحصلش تكرار. بس ايه اللي حصل؟ اول حاجه عندي كان في عندي عادي فريم 0. هو اولا هيسميهم، هيسميهم الاثنين يا فريم 0 يا فريم 1. فريم 0 بيترد عليه باكنولجمنت 1، فريم 1 بيترد عليه باكنولجمنت 0، بس عشان الطرف الثاني لو وصل له 2 فريم 0 يفهم ان في حاجه غلط. هنا بكل بساطه فريم 1 اتبعت، هيترد عليه باكنولجمنت 1، يعني تمام انا استلمت. اكنولجمنت يعني تمام انا استلمت. ابعت واحد بقى، ابعت فريم 1، يروح بعت فريم 1 فيرد عليه باكنولجمنت 0، تمام انا استلمته. ابعت 0، ما هو 0 و1 ما فيش احتمال التاني. حلو، قام يبعت 0 ما وصلش، هيبدا يعد التايمر اللي انا لسه موريه في الانيميشن ده، صح؟ يبدا يعد التايمر ده. حلو، بدا يعد التايمر. ايه اللي هيحصل؟ يروح باعت فريم 0 تاني، هيبعت فريم 0 تاني. طب في حاله اصلا يعني من دلوقتي هناخد بالنا ان ممكن الفريم 0 يوصل بس ما يوصلش اكنولجمنت زي الحاله الجايه. هو هنا بعت فريم 0 وصل اكنولجمنت 1، تمام دي جميله. جه بقى فريم 1 يتبعت ويترد عليه باكنولجمنت 0، صح؟
ما وصلش بقى، يبدا يعد التايمر عادي، عد التايمر، فيروح باعت فريم واحد تاني. ليه بعت فريم واحد تاني؟ عشان الاكنولجمنت ما جالوش بعد التايم، يبعت فريم واحد تاني. طب الناحيه دي بقى ذكيه، او دي فايده ان احنا رقمناهم اصلا، حطينا ده صفر وده واحد، هيفهم ان هو جاله فريم واحد قبل كده، فيعمل ايه؟ بي ديسكاردز دوبليكيتد بي دي يو، هي يعني فاهم، هي هيعملها نجلكت، يعني هيرميها، مش هيهتم بيها لان هي اصلا مكرره، ويقول له ايه بعت اكنولجمنت زيرو، تمام، هي فريم واحد دي عندي بالفعل. دي فايده الترقيم اللي عملناه في الايه، في الستوب اند ويت اي ار كيو. طيب نشوف اللي بعده، الجو باك ان. طب دي نفس المشكله، نرجع لنفس المشكله، هل انا كل مره هبعت فريم واحد بس؟ لا، احنا عايزين نبعت كذا فريم. جه بقى هنا دور الجو باك ان. الجو باك ان قالت لك ايه؟ انا هعمل كذا فريم مع بعض، هستخدم السلايدنج ويندو، وظهر عندنا امر اسمه ريجكت. يعني ايه ريجكت؟ if the destination station detects an error in a frame it may send a negative acknowledgement for that frame as explained in the following rules. هنا اسميها ريجكت بس، تمام؟ يعني انا هرفض الفريم دي لان هي وصلت اوت اوف اوردر اصلا، يعني وصلت في غير يعني ترتيبها. الدمج دار ار زر ار، يعني كل ده هيتوضح في الرسمه اللي تحت دي كده هتوضح كل حاجه. ممكن ناخد الرسمه دي كده نشرح عليها هناك برضو. نشرح جنبها هنا، نشرح جنبها هنا الرسمه دي. بتقولي بقى الرسمه دي او الجو باك ان. الجو باك ان معتمد ان احنا نبعت كذا فريم. هو هنا مفترض ان الفريم تقريبا باتنين لون سايز اتنين، يبعت اتنينات، ادي فريم زيرو وفريم 1. هو هنا مترقمين من صفر ل7. ممكن نستغل الفرصه دي قبل ما نتكلم عن حاجه اسمها مش عارف دكتور ذاكرها هنا ولا لا الصراحه، اللي هي الموديولو نحسبها ازاي وكده. عامة لو دكتور مذاكرها عادي نشرحها. هي دي because the sequence to a range of values for example. احنا هنا عايزين نعرف هنرقمهم ازاي، نرقم الفريمز ازاي. for example for a 3-bit field، لو انا عندي 3-bit field احنا عارفين الاحتمالات صح؟ عارفين ان لو حد قال لي 3-bit field 3-bit، يعني انا عندي 3 اماكن، عندي كده مستطيل كده وفي 3 اماكن. حلو، كل مكان في احتمالين، يا صفر واحد صح؟ يعني هنا ممكن يتحط صفر او يتحط واحد، هنا ممكن يتحط صفر او يتحط واحد، صفر او واحد. فبنعمل 2 باور 3، يعني عندي كام احتمال؟ عندي 8 صح كده؟ 2 باور 3 بكام؟ ده 8، يعني اقدر اعمل ريبريزنت من صفر لحد 7. دي الفكرة، دي بنسميها موديولو 8، وبيجي عليها سؤال for 3-bit sequence number field frames are numbered موديولو كام؟ 8 بس كده، بيبقوا من 0 ل7. حلو جدا. طيب نكمل، فدي فكرة الموديولو ازاي بنرقمهم والكلام ده كله. نرجع للجو باك ان اي ار كيو والريجكت والكلام ده كله، اللي هي الرسمة اللي كنا واقفين عندها هنا دي. ازاي بنعملها بقى؟ هو هنا قلنا خلاص ده موديولو 8، يعني مرقم من 0 ل7، هيبعت 2 فريم 0 وفريم 1. استقبل ار قلنا ايه؟ ريسيف ريدي، يعني انا مستعد، انا استقبلت اللي فاتوا ومستعد استقبل الاتنين. يروح بعت الاتنين، حلو، وبعت التلاتة، يروح رادد عليه يقول له تمام استقبلتهم، ابعت 4. بعت 4 ما وصلتش، نعمل ايه بقى؟ يعني كده ال4 هو بعتها وما وصلتش، يروح بعت فريم 5، ده بالنسبة له وصلت، ما هو متبرمج كده يبعت على طول فريمين ويستنى الرد. فهو بعت 0 و1 وترد، 2 و3 وترد، 4 و5 مستني المفروض رد، راح جاله ريجكت 4. يعني ايه ريجكت 4؟ ودي غير المختلف، غير اللي هناخدها بعد شويه، اسمها سيلكتيف، يعني انا بختار اللي حصل له ايرور. بص عمل ايه؟ قال لك ريجكت 4، يعني خلاص اي حاجه هتتبعت غير 4 انا هرفضها، انت ماليش دعوه، لازم تبعت لي 4 بعد كده تبعت لي اللي بعدها. فال5 وال6 دول هيترموا في الزباله، تمام، هيترموا في الزباله.
في حاله مين؟ الجو باك ان، وهيقول له ارجع لي ان دي مين؟ الان دي مين بقى؟ اللي هي المفروض الويندو سايز. تمام، يعني ارجع الويندو سايز بتاعتك، ارجع خطوتين لورا. حلو، فهنا بعت 4. طب 5 و6 تقول اتبعتوا؟ لا، هيبعت 5 و6 تاني، يبعت 5 و6 تاني. هيقول له تمام، استقبلت 4، ابعت 5. ما قالوش ابعت كام، ما قالوش ابعت 7. ما هو انت تقول ابعت 5 و6، لا، هيقول لي ابعت 5، يبعت 5 و6. طب هنا بقى ار 7 ما وصلتش. طب دي مشكلة، يعني ده بالنسبة له كده مش فاهم اللي حصل. هو بعت 6 وبيقول له بعت لي 7، فده بعت 7 تمام وبعت 0. طبعا ده مش هرد عليه. ليه مش هيرد؟ عشان كده في غلط في الترتيب. فبيبعت حاجة اسمها ار بي بت 1، بيقول لي قول لي ايه انت، ايه اخر حاجة اتبعتت عندك، انا عايز اعرف ايه اللي حصل الناحية التانية، انا مش فاهم. تمام، ده كأنه بيأمره، بيقول له ايه اللي حصل عندك. تمام، فبيقول لي تمام ار ريسيفد، انا استلمت كل اللي فات وبعت 1 بس. دي الفكرة. طب بيمدي يعمل كده امتى؟ بعد ما التايم يخلص. ما هو ده التايم خلص بتاع الرد، ما جالوش رد. ما جالوش رد من ساعة مين؟ ساعة ده، ساعة الار 5 ما جالوش ولا رد. فبيبعت بيطمن، بيقول له ايه بقى، يعني ايه المفروض يتبعت بعد كده؟ فبيقول له ريسيفد ابعت 1. ابعت 1 يعني ايه؟ يعني انا استقبلت 0 بالفعل. ما احنا عارفين ان احنا بنعد من 0 ل7 وبنرجع نكرر تاني، يعني بعد ال7 بنبدأ من 0 تاني. فبيقول له تمام ابعت 1، يعني انا استقبلت خلاص 0 اصلا بالفعل. فيبعت 1، فريم 1 يوصل، فريم 2 يوصل، وهكذا. طب دي عيبها اللي احنا ملاحظينه يعني؟ عيبها والله ان هي رابت 5 و6 في الزبالة. تمام، ما استخدمتهمش اصلا. ممكن نخلي دي برضو بعد ما نتكلم على اخر نوع. ايه اخر نوع عندي؟ السلكتيف. السلكتيف بيبعت امر تاني اسمه اس ريجكتد، سلكتيف ريجكت. انا والله مش هريجكت كل حاجه، لا، انا اللي حصل فيه مشكله بس هو اللي هطلبه منك. مش هطلب منك كل يعني مش هطلب منك اللي حصل فيه غلط واللي قبله كمان اللي انت بعتهم، او اللي بعده اللي انت بعتهم، لا. انا هطلب منك بس اللي حصل فيه ايرور. اللي حصل فيه ايرور بس هو اللي هتجيبه لي وانا هعدل عليه. طيب، جيت هنا بعت فريم 0 1، جات لي ار 2، ابعت 2، بعت 2 و3 تمام، ابعت 4 ما وصلتش. حلو، ده بقى فهم هو فاهم ان 4 ما وصلتش وهيستقبل 5 و6. التاني بالنسبه له طالما الترتيب باظ، يعني الترتيب باظ يعني وصل له 3 وهنا وصل له 3. حلو، بعد كده وصل له 5. طيب هيقول فين 4؟ طالما ما لقاش الترتيب مظبوط هيرمي اللي بعديه في الزباله، ماليش دعوه. هيبعت ريجكت 4، يبعت لي 4 الاول، بعد كده نشوف بقى يبعت اللي بعدهم تاني، يبعتهم تاني. لكن ده فهم ان هو وصلت له 3 بعد كده 5. فهو بيفهم كده ان ايه يفهم كده ان في مشكله حصلت في السند. فمش هيعمل حاجه، هيقول له ابعت. بص، هيبعت له امر سيلكتيف ريجكت. يبعت له امر سيلكتيف ريجكت، يعني يبعت لي 4 تمام. هو هيفهم يبعت لي 4 تمام وانا هستقبل عادي اللي بعدها. يعني هو يستقبل 5 و6 يحفظهم في البفر. فكده ايه ميزه السيلكتيف؟ ان هو عنده بفر، عنده ذاكره يحفظ فيها الحاجات. فهو كده 5 و6 عنده في البفر. حلو، وبعت له سيلكتيف ريجكت 4، يعني تمام انا هستقبل دول في البفر عندي، بس ابعت 4 تاني. بعت 4 تاني بس الموضوع كمل عادي زي ما هو جدا. بعت 4، بعد كده قال له ار 7، ابعت 7 و0. هنا ما وصلش، ار 1 ما وصلش. هيتنفذ نفس اللي فات يعني. هو في جزئيه عدم وصول الاكنولجمنت زي الباك اند بالظبط. خلص الوقت، ابعت فريم 1 و2. هيطمن يقول له انت ما بعتليش ليه اكنولجمنت؟ يقول له اخر حاجه استلمتها ايه؟ يقول له اخر حاجه استلمتها 2 وبعت لي 3. يروح باعت له 3 و4 بس كان الموضوع خلص. احنا كده خلصنا الحاجات اللي كنت عايز اتكلم عنها. الستوب اند ويت والجو باك ان والسلكتيف. ايه التي سي بي واليو دي بي هيدر دول؟ احنا اتفقنا اصلا ان كل الحوار بتاع الفلو كنترول الكلام ده كله بيحصل امتى؟ دي مقارنه ما بينهم. الاول الستوب اند ويت تبقى 1، الفريمز ات 1 يعني بيبعت 1. جو باك ان بيبعت مالتيبل، ده مالتيبل برضه. اون ايرور ريترانسميت 1، ريترانسميت لوست اند اول بيفور اند اول افتر. يعني زي حاله الاربعه اللي عندنا، بعتنا الاربعه والخمسه والسته تاني، بعتنا الخمسه والسته تاني. ده لا، بيستقبل الاربعه بس. طيب الويستد فريمز هنا مفيش. ما هو اصلا هو مش بيبعت اصلا غير لما يجيله اكنولجمنت.
هنا يس all after error. ال5 وال6 هنا عندي ترموا في الزبالة صح؟ هنا ال5 وال6 عندي ترموا في الزبالة أصلا، فده لأ مفيش الكلام ده، هو بيرميهم. ده نو مفيش أصلا، هو ويستد فريمز مفيش، يعني في حالة الجو باك إن ال5 وال6 كانوا في الزبالة ويستد اترموا، لكن ده بيستقبله. البفر هنا مفيش بفر، هنا سمول، هنا لارج طبعا، وده بيبقى مكلف أكتر. يعني سيلكتيف ريجكت أكيد مش مكلف، اللي هو إيه معقد أكتر فهياخد وقت أكتر، بس عادي أنت هتوفر إن أنت بدل ما بتبعت 5 و6 تاني فده هيوفر بالنسبة لك برضه. طيب الافشنسي ده الفعالية طبعا هنا تبقى أعلى من الباقيين. طب الريجكت ده هنا ملوش ريجكت، بنسميها ار اي جي، ده بنسميها هنا سيلكتيف ريجكت. حلو. ايه بقى حوار، انا مش كنت بتكلم فوق خالص في الاول كده، كنت بقول ان هنا بيتحط هيدر في الترانسبورت لاير سواء تي سي بي او يو دي بي. بصوا كده التي سي بي هيدر شكله ازاي. في سورس بورت، ديستنيشن بورت، سيكونس نمبر، اكنولجمنت نمبر، في كل الحوارات دي. عامة الدكتور بيبقى مهتم بده وده، يهتم بدول السورس والديستنيشن والسيكونس نمبر والاكنولجمنت نمبر والويندو سايز برضه. هنا عندنا في البرنامج مكتوب الويندو سايز الناحية دي الويندو، ومكتوب هنا 3 خانات. هنشوف يعني هنشوف مثال دلوقتي. ما كانش في الامتحان ده، المثال كان اتوقع انا حاطه تحت. المثال ده، بس ده مش اهم، في واحد اهم هنحله دلوقتي مع بعض. المثال ده ممكن يجي سؤال بالشكل ده وعايزين نعرف نحله ازاي. حلو. فهنا عندنا تي سي بي هيدر في السورس بورت، عايزين نعرف برضو كل واحد من دول يعني عبارة عن ايه. السورس بورت ده كأنه زي ما قلنا رقم الشقة. لو مثلا حد جاي يوصل، فأنا عارف إن أنا هخش العمارة دي، طب هوصل أنهي شقة فيها، زي ما قلنا في موضوع التبات ده. أنا كلهم فاتح فيسبوك، بس كل واحدة فيهم مختلفة عن التانية فليها سورس بورت. طب الديستنيشن بورت تمام، ده زي ال HTTP اللي هو كان 80. حلو كده. وبرضو البورت نمبر ده للبرامج، يعني السورس بورت ده للبرامج، يعني مثلا ده ليه لو انا فاتح كذا برنامج، يعني ده يبقى ليه بورت وده ليه بورت وده ليه بورت وهكذا. حلو. طب السيكونس نمبر ده بيخلي المستقبل يعيد ترتيب الحاجات، يعني يعيد ترتيبهم هنشوف دلوقتي في المثال. والاكنولجمنت نمبر ده بيبقى من ناحيه الريسيفر من ناحيه المستقبل. والفلاجز دي بقى يعني الدكتور بيحطها في اغلب المسائل اصفار لان هي مش عامله بالتفصيل. الويندو سايز ده اللي احنا عارفينها اللي في سلايدنج ويندو يعني. والتشيك سم العمليه دي عمليه حسابيه بتتم. والارجنت بوينتر ده المهم بس يبقى عارفين مساحتهم. يعني ده 20 بت تمام عشان دي بتيجي اسئله. تي سي بي هيدر 20 بت. حلو. 20 بايت، انا اسف 20 بايت. ال1 بايت 8 بت عشان هو ساعات ممكن يسألها بالبايت أو البت. ال1 بايت 8 بت، فهو 20 بايت. دي واخدة 2 بايت ودي 2 بايت، دي 4 ودي 4، دي 6 بت و6 بت و4 بت، دي 2 وهكذا. طب اليو دي بي فيها سورس بورت وديستنيشن بورت وفيها لينس وفيها يو دي بي تشيك سم. ما فيهاش طبعا السيكونس نمبر ولا فيها الاكنولجمنت نمبر ولا الكلام ده كله. تمام. فكلها 8 بايت ودي كلها 20 بايت. دي بيجي عليها اسئله، بيجي عليها اسئله. في اسئله كانت من اول هنا اظن، من اول هنا. UDP packets have a fixed size header of كام؟ ادي ال UDP fixed size header كام؟ 8 بايت او 32 بت. فال UDP عنده 8 بايت. length of acknowledgement number field in TCP. ال acknowledgement number field ادي ال acknowledgement number 4 بايت. لو عايزين تحولها لبت تضرب في 8 فهي كام؟ 4 بايت. طيب length of window size في التي سي بي ادي الويندو سايز. فالمهم نكون عارفين الشكل ده. فين الويندو سايز اهي. كام بايت؟ 2. يبقى عندك 2 بايت. حلو. طيب السايز اوف سيكونس نمبر من تي سي بي ادي السيكونس نمبر 4، بس دول 4 بايت وعايزها بالبت. 4 في 8 بكام؟ 32. يبقى هي 32 بت. وهكذا. دي انواع الاسئله اللي بتيجي عليها. دي انواع الاسئله اللي بتيجي على ارقام البورتات اهي. يسالك البورت ده كام والكلام ده كله. طيب حلو كلام جميل. ممكن نيجي نشرح على مسألة في البرنامج. تمام. هو هنا تكتب أي رسالة عايزها، مثلا هو كده هنا ال 5000
طيب فهو يقسمهم على كام؟ مثلا هنا كتبنا أي حاجة، كتبنا عايزين نوصل رقم 600 مثلا، عايزين نوصل رقم 600 6000 أي حاجة، كده كده هو يقسمهم كام؟ 1460. حلو. إيه بقى ال 1460 دي؟ دي حاجة يسموها ال MSS. يعني إيه؟ ماكسيمم سيجمنت سايز، ده رقم ثابت 1460. تمام. فال 5000 هتتقسم 1460 في 1460 في 1460 والباقي يبقوا سيجمنت 4. هيبعتهم ازاي بقى؟ في حاجه اسمها فوق بورت نمبر، رقم البورت. السيكونس نمبر زي ما قلنا بستخدمه عشان ايه؟ عشان ارتب المستقبل لما يوصلوا له، يعني ترتيبهم، يعني حاجه ليها علاقه بالترتيب. والاكنولجمنت نمبر ده كانه زي ايصال التوصيل. تمام. لما المستقبل يوصل له بيقول تمام وصل، وابعت اللي بعده. هنشوفهم دلوقتي الارقام. هو بعت سيجمنت 1. ايه بقى اللي اتغير هنا؟ ايه ال 1026 دي؟ ال 1026 دي السورس بورت، يعني هو طالع من بورت 1026. هجيبها منين؟ مكتوبه فوقها، شايفين مكتوبه فوق. طيب الديستنيشن بورت وصل لكام؟ وصل ل 80. جبتها منين؟ اهي بورت نمبر فوق. طب دي السيكونس نمبر اللي هي 1008، هي من فوق عادي جدا. بس خد بالك ده في السيجمنت 1. يعني في السؤال ده اللي تحت هنا، هو السؤال ده هو بيقول لك ايه؟ for fill the value of TCP header for the second segment and first acknowledgement in the following figure. هو عمل ايه هنا؟ البورت نمبر 1026. حلو. هو بس تاني هو هنا عايز السكند سيجمنت and first acknowledgement. هو كاتبها لك اهو second segment first acknowledgement. وعلى فكرة نفس الأرقام اللي في البرنامج اللي هي 1026 و 1008 و3 هي تمام، و80 و 10010 و3. طب السكند سيجمنت تعال نجيبها هنا على التطبيق. ادي السكند سيجمنت عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1008 اللي هي السيكونس نمبر زائد 1460. سيجمنت واحد كانت 1460، نجمعهم على بعض بس، ده اللي عملته. الويندو سايز 5 ودي 3 اللي هي الويندو سايز 3 انا اسف، والهيدر لينس 5 5 1 2 3 4 5 بس، وجمعتهم. فانا في المربع ده كده، او المربع ده بكتب فيه ايه؟ بكتب فيه السورس بورت اللي هو كام؟ 1026. هكتب هنا 1026 عادي. طيب هنا بكتب ايه؟ الديستنيشن، هو رايح فين؟ الديستنيشن بورت. هو هنا عاد من الأول، نعيدها من الأول. بكتب هنا الديستنيشن بورت اللي هو رايح اللي هو 80، وبكتب تحت 1008 اللي هو السيكونس نمبر زائد 1460. فهكتب هنا كام؟ هكتب هنا 80 اللي هو رايح له، واكتب هنا 1008 الرقم ده زائد كام؟ زائد 1460 زائد 1460. عامة مش ده السؤال المهم، عشان كلمت الدكتور فقال لي في سؤال تاني أهم محلول في الشيت. تمام؟ في واحد تاني أهم هشرحه. حلو. نكتب ايه بقى تحت هنا؟ acknowledgement number ده سيجمنت مبعوث، ماهوش acknowledgement. الاكنولجمنت بيتكتب من الناحية دي، من هنا كده، ده اللي هيكتب له acknowledgement. تمام؟ فده نسيبه فاضي عادي. وبنكتب هنا زي ما قلنا الهيدر لينس وهنا الويندو والباقي صفار. هنا الهيدر لينس وهنا الويندو. الدكتور عامة كاتب دي 4، مش عارف هو تقريبا نجلكت ده مش حاسبه معانا، فالدكتور كاتب 4 بس هي صح 5 يعني، حتى هنا مكتوبة 5. طيب التي سي هيدر فور اكنولجمنت 1. حلو. أول اكنولجمنت هتوصل لي هنا كانت إمتى؟ دي صح؟ يعني بعد ما سيجمنت 3 اتبعت، سيجمنت 3 اتبعت، سيجمنت 4 بص بقى، مش سيجمنت 4، اكنولجمنت 4 أنا آسف. اكنولجمنت 4 هنا البورت 80، وهنا الديستنيشن هو رايح لكام؟ يعني ده البورت بتاعه طالع من 80 ورايح 1026. تمام؟ ده طالع من فين؟ طالع من 80، طالع من الجهاز ده رايح ل 1026، رايح ل 1026. كويس جدا. طيب هنا بقى دي فيها حسبة بسيطة عادي يعني، نحسبها ازاي؟ قالك انت وصل لك كام سيجمنت؟ وصل لي 3. تمام، وصل لي 3. بص هنا لا دي هنا دي مكتوبة غلط برضو. مكتوبة غلط في الإجابة اللي في الامتحان، لكن هنا مكتوبة صح يعني، عشان في امتحان متجاوب مكتوبة دي فيه غلط. دي هنا عادي، دي هنا 1010 زي ما قلنا، دي هنا كده 1010 زي ما قلنا. أنا بس شايف نحط السؤال ده فوق
طلعه فوق عشان يبقى جنب يبقى جنب دي كده. نحطها هنا كده عشان يبقوا جنب بعض. تمام، عشان دي السيكونس نمبر. تاني واحدة دي السيكونس نمبر مش الاكنولجمنت، دي السيكونس. طيب السيكونس هنا كام بتاع دي اهو، بتاع الجهاز ده 1010، 10010. تمام. طب وهنا دي قلنا خلاص دي فاضية. هنا بقى دي الاكنولجمنت تتحسب ازاي؟ قال لك 1008 اللي هي اول واحدة دي صح اللي احنا بدأنا منها، زائد انا وصل لي كام سيجمنت؟ وصل لي 3، دي ودي صح، دي ودي ودي، دي كانت 1008 لو انتوا فاكرين. طب ودي 1460 و1460 يبقى 1460 في 2 يبقى زائد ممكن اعمل لها كت مرة واحدة كده، احطها زي ما هي احسن، احطها هنا زي ما هي هنا كده. ده كده الاكنولجمنت نمبر. طيب بعد كده دي زي ما هي، الويندو سايز 3 والهيدر لينس 5. دي الويندو سايز بتستقبل 3 والهيدر سايز 5. قلنا ده مش سؤال مهم عامة، بس أنا بحله كده يعني عشان نسهلت عليه. عشان الدكتور قال لي هجيب من الشيت اللي أنا شرحت منه. إيه بقى الشيت ده شرحت منه؟ فهمنا بقى طبعا الفرق بين دول خلاص كده. كده دي تمام. نشوف بقى الست سنين اللي فاتت. شوف بقى السؤال ده عشان تقيل شوية. السؤال ده كان فين؟ كان في شيت، كان في الشيت رقم 4، شيت رقم 4 على الدرايف. تمام، ثواني كده. الشيت ده الشيت رقم 4 على الدرايف اللي هو ده. أنا الدكتور حل فيه مسألتين في المحاضرة وقال هي واحدة زيها في الامتحان في جزء الترانسبورت. ممكن نشوف أول واحدة بيقول إيه. Two neighboring nodes A and B use sliding window flow control protocol. The sliding window mechanism with a window size of 4 is used. تمام، يعني السايز ويندو بتاعها 4. assuming A is a transmit، يعني A هو اللي بيبعت والB هو اللي بيستقبل. show the window position at both A and B. عايزك كل نقطة من دول A و B و C ترسم لي الويندو عند A شكلها ازاي وعند B شكلها ازاي. تمام. ده ممكن تجربوه في كل واحدة من دول وتشوفوا ازاي. ودي موضوع الستوب اند ويت ار كيو واللوست فريم بيعمل ايه واللوست باكيت بيعمل ايه والكلام ده كله. الجو باك ان برضه ممكن تجربوا الكلام ده كله، والسلكتيف ريجكت والكلام ده. انا دلوقتي عايز اشوف السؤال الاول ده هيبقى شكله ازاي. هو هنا قال لي ايه في الامتحان ده مش عايزينه خلاص، هنعمل له هنا دلوقتي. ركز على السؤال ده دلوقتي. A و B والسايز 4 والسايز 4. حلو. before A sends any frames شكلهم هيبقى ازاي؟ شكلهم هيبقى عادي هما متقسمين. انا فرضت ان مديول 8 برضو، فرضت ان هما 3 بت، فالارقام هتترقم من 0 ل 7 زي ما حكينا موضوع المديول 8 والكلام ده كله زي ما حكينا هنا فوق كده. هنا 3 بت فهيبقى 2 باور 3 فيبقى من 0 ل 7. حلو. وهي ويندو 4 هتشيل 4 0 و1 و2 و3. هنا نفس الكلام كلهم في الويندو، مفيش حاجه لسه اتبعتت ولا في حاجه حصل لها اكنولجمنت ولا اي حاجه. فده شكل الويندو في اول نقطه. ده شكل الويندو. طيب after A sends frame 0 1 و2 يبقى ايه هتبعت 0 و1 و2. طب B acknowledges 0 and 1، يعني اللي بيبعت acknowledgement لصفر وواحد يبقى هو هنا بيتعامل مع انهي نوع اللي هو stop and wait صح. and the acknowledgement is received by A، يعني ايه وصل لها acknowledgement. طب تعالى نشوف كده. A بعت 0 و 1 و 2 و B بعت acknowledgement للزيرو وال1 بس. ادي A بعت كام 0 و 1 و 2 بس جاله acknowledgement على الزيرو وال1 بس. طيب بصوا هنا الويندو شكلها عامل ازاي. الاتنين لسه جوه الويندو دي ليه؟ الاكنولجمنت بتاعها ما وصلش. طالما الاكنولجمنت ما وصلش خلاص هتفضل جوه الويندو زي ما هي. فده اللي هنكتبه في الامتحان الكرنت ويندو كذا كذا. هنا 2 3 4 5 وهنا 2 3 4 5 برضو. بس دي الفكرة. يبقى ده
الويندو سايز بتاعته لسه جوه الويندو، يبقى دي اتحركت كام خانة ناحية اليمين؟ اتحركت 2، ودي اتحركت 2. نفس الكلام لما يبعت 3 و4 و5 هياخد اكنولجمنت 4. طب اكنولجمنت 4 ليه ما كتبش 3 و4؟ كتب 4 بس، نفس المعنى عادي. طالما كتب 4 يبقى يقصد 3 و4، ف3 و4 اتبعتوا. حلو، بس ال5 ما اتبعتلهاش اكنولجمنت، فايه اللي هيحصل؟ ال5 هتفضل جوه الويندو، دي هتتحرك كام خانة؟ هتتحرك 3، فيبقى معايا 5 و6 و7 المرة الجاية. بصوا 5 و6 و7 و0، الويندو 4 هنكتب كده في الامتحان الكرنت ويندو 5 و6 و7 و0 تحت نفس الكلام. طالما ما بعتش اكنولجمنت خلاص، طول ما بعتش اكنولجمنت ايه خلاص. تاني السؤال ده عايز تركيز، فيه تفاصيل كتيرة جدا وفي كام حاجة كده، فعايز شوية تركيز. طيب نشوف السؤال اللي بعده ده. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ An application on station A was activated to send 12 كيلو بايت. يبقى دلوقتي ستيشن A هو اللي هيبعت كام؟ 12 كيلو بايت to station B. The transmission time and the progression time 2 و8. حلو، نكتب الجيفنز بره طبعا في الامتحان، نكتبهم كده على الجنب عشان يبقوا ايه واضحين قدامنا. For normal operation assume that maximum segment size is 1 kilobyte. يعني أكبر باكت ممكن أبعتها 1 كيلوبايت. يعني خلاص واضحة، يعني ده 12 فهيتبعتوا على 12 مرة 12 كيلو يعني هيتبعتوا على 12 حتة. طيب الويندو سايز is 4، طب حلو، يعني ممكن أبعت في المرة 4. ماشي. transmission time of response frames acknowledgement from B is negligible. حلو، يعني ده كده الترانسميشن تايم بتاع الاكنولجمنت مش محسوب، لكن بتاع السند محسوب. هو مديولي ب2 مايكرو اهو. طيب ستيشن بي delays acknowledgements until it receives the 3 consecutive segments. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجملة دي هو دلوقتي بيقول لك بي مش بيعمل acknowledgement غير لما يوصل له 3 متتابعين. يعني لو 0 1 2 تمام مش هيرد غير لما يجيله 3 ورا بعض. يعني لو جاله 0 و1 مش هيرد، تمام. لو جاله مثلا 0 و1 و3 مش هيرد برضه، هو لازم 3 متتابعين. حلو، يبقى لازم 3 متتابعين عشان يرد. ماشي. use a time out timer of 22 مايكرو سكند. انت عارفين التايم اوت ده اللي استخدمناه في الاي ار كيو، اللي هو لو الطرف التاني ما ردش بعد فترة معينة بعمل ايه؟ ببعت تاني، يعني كل ده تايم بيتحسب. حلو، ما ردش باكنولجمنت يعني. هو عايز ايه بقى؟ calculate the time needed to transfer the file validate your answer. عايز بقى اعرف الوقت اللي انا هاخده عشان اعمل ترانسفير للفايل ده. حلو، ازاي بقى نحسب الكلام ده؟ واظن احنا فاكرين الفرق بين الترانسميشن تايم والبروبريشن تايم، يعني قلنا فوق قلنا هنا، قلنا ده ترانسميشن تايم بيبقى جوه كارت الشاشه بياخد قد ايه عشان كارت الشاشه كارت الشبكه، مش كارت الشاشه، كارت الشبكه بياخد قد ايه عشان يعمل بروسيسنج او يضخ البيانات في السلك. لكن الوقت اللي بياخده عشان ينتقل من الجهاز ده للجهاز ده بنسميه بروباجيشن تايم. حلو، طيب نشوف بقى المثال ده. ده الجيفنز بره مكتوبها اهو مترتبه، يعني يفضل نكتبها كده بره على الجنب. حلو، اول حاجه بقى calculate the time needed to transfer file and validation. ازاي بقى؟ احنا قلنا الويندو سايز 4، قلنا ان الويندو سايز 4، يعني انا المفروض في المره هبعت 4 سيجمنت. حلو، في السيجمنت 1 انا خلاص رقمتهم 1 2 3 4 قسمتهم 8 عادي خالص. طيب from time 0 to time 2 ايه؟ طيب ليه طيب 0 ل 2؟ طب انت عارف ان الترانسميشن تايم اللي قلنا الوقت اللي بياخده كارت الشاشه ده هو 2 مايكرو سكند. ممكن تلاقي في النص قولها ثانيه عادي بس هي مايكرو، فممكن في نص الشرح اقولها ثانيه عادي. فاحنا عارفين ان هو كام؟ 2. فكده كده كل واحده عشان تطلع من كارت الشبكه للسلك بتاخد 2 مايكرو سكند. طيب عشان توصل من جهاز A لجهاز B هتاخد 8. يبقى إذا كل رسالة جوه الكمبيوتر في السلك بتاخد 2، بعد كده من الجهاز ده للجهاز ده بتاخد 8. فأول واحدة هتاخد ثانيتين، يعني 2 مايكرو زائد 8 يبقى 10 مايكرو. حلو، طب واللي بعديها
من الثانية 2 للثانية 4 كارت الشاشة هيطلع سيجمنت 2، كارت الشبكة هيطلع سيجمنت 2. طيب 4 زائد 8 يبقى في الثانية 12 هيوصل سيجمنت 2. طب هنا يعني ده البرسبكتيف أو المنظور بتاع A، وده بتاع B. بتاع A بالنسبة لها في أول 6 ثواني طلعت 3 سيجمنت، في أول 8 ثواني طلعت 4 سيجمنت. عقبال ما يوصلوا الناحية التانية ده B بقى، سيجمنت 2 وصل 4 زائد 8 بتاعت الايه بروجريشن، 6 زائد 8 8 زائد 8. حلو، يبقى دلوقتي أول 4 سيجمنت وصلوا بعد 16 مايكرو سكند. طب حلو ماشي. الفيرست اكنولجمنت بقى، الفيرست اكنولجمنت هتوصل امتى؟ هل بعد ما الأربعة يتبعتوا، ولا هو قال لك فوق قال لك إن أنا ببعت بعد 3 consecutive segment؟ يعني هو هيبعت بعد أول 3، هيبعت بعد أول 3 يعني بعد إيه؟ 14 مايكرو سكند ده سيجمنت 3. حلو. at 14 مايكرو سكند ستيشن بي successfully received 4 consecutive، استلم 3. طب العودة بتاعته يعني هنرسم خطين اهو. تمام اهو، ادي ايه وادي بي. ادي ايه، كبر ده شوية كده، ادي ايه وادي بي. هو وصل له أول 3، ادي 1 ادي أول واحدة وصلت له، التانية وصلت له، التالتة وصلت له، الرابعة وصلت له. هو يرد امتى؟ بعد التالتة. هرد بعد التالتة فهياخد 8 وهو جاي. كل خط من اللي بعرضه دول ب8. حلو كده. فهو هيرد بعد ال14 دي 8 وهو راجع تاني، يبقى 14 و8 كام؟ 22. طب 22 دي بتاعت ايه؟ 22 دي بتاعت اول اكنولجمنت. يبقى بالراحه، اول اكنولجمنت جات لي بعد 22 مايكرو سكند. هو اصلا السؤال ما كانش عايز اول اكنولجمنت، السؤال بيقول لك calculate the time needed to transfer the file، يعني الفايل كله، يعني ال 12 فريم. حلو. دي ال 22، انا كده بعت كام فريم في ال 22 مايكرو سكند دي؟ بعت، هتقول لي بعت 3 ولا بعت 4؟ انت بعت 4 بس الاكنولجمنت بتوصل مع 3. حلو. يعني في واحدة هناك مستنية اللي هي هنا دي، لو افترضنا ان دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4، دي قاعدة مستنية مين؟ 4 دي مستنية مين؟ مستنية 5 تيجي، صح؟ ومستنية 6، وكده كده 7 هتتبعت معاهم، حتى هي لو ملهاش علاقة دلوقتي بس هتتبعت معاهم. فهي ال4 دي قاعدة مستنية 5 و6 يتبعتوا عشان دي ترد باكنولجمنت تاني. فكده انا كل مرة ببقى مستني 2 ولا 3؟ ببقى مستني 2. تقول لي مستني 2 على ايه؟ مستني 2 على acknowledgement. فاذا في رقم ثابت عندي اللي هو 2، انا مستني 2 يوصلوا لي من هنا، احسب لهم الترانسميشن تايم واحسب لهم وقت الوصول بتاعهم. تمام. والرد بتاعهم 8. يعني الكلام ده انا مش فاهم اي حاجه. تمام، نعيدهم تاني. يبقى دي مفهومه اظن. 14 عادي وصلت بعد سيجمنت 3 14، هرد عليها وقت الرجوع 8، بقت 22. طيب انا بقى عايز اعمل فورمولا تساعدني، عايز، انا مش كل شويه هقعد احسبها يدوي بايدي. يعني هي هنا على الويب سايت، بصوا محلوله ازاي، محلوله خطوه خطوه. يعني هو هنا يقول لك في الزيرو كانت كذا، 4 و6 و8 اتبعت كذا، هيقعد يبعتها. طب انا ازاي ممكن اوفر على نفسي دول ال3 خطوات دول يعني بطريقه اذكى شويه؟ بص، في التايم بتاع 22 ستيشن ايه ريسيفد الاكنولجمنت 3 صح، allowing its sliding window to shift by 3 position. حلو كده. فبقيت واقف عند 4 و5 و6 و7. ممكن هنا ده يساعد شويه. ادي واحد اتبعت، حلو. ادي واحد اتبعت في كام؟ في 10 مايكرو ثانيه. الفريم رقم 1 اتبعت في 10 مايكرو ثانيه. ال10 دي بتاعت ايه؟ 2 ترانسميشن تايم و2 بروجريشن تايم، ب 8 بروجريشن تايم، بقى 10. يبقى اول واحد وصل في 10. حلو جدا. طب بعدين بص كده اللي بعده، 2 وصل، 3 وصل. بص الاكنولجمنت امتى؟ عند 14 اهي، زي ما اتفقنا اهو. ال 14 اهي سيجمنت 3 هيوصل الاكنولجمنت بتاعها، مش كده؟ ال 14 هتوصل الاكنولجمنت بتاعها فين؟ عند 14 مايكرو ثانيه. بص كده، بيقول لك 4 وصلت 16 اهي، 16 مايكرو سكند. 16 اهو.
شايفين 16 مايكرو سكند، كلام جميل جدا. امتى الاكنولجمنت التالتة دي هتوصل؟ بص بتاخد، بص المسافة دي 8 مايكرو سكند. حلو، وصلت امتى؟ في 22 اهو. اكنولجمنت 3 وصلت امتى؟ في ال 22. طب كويس، بعدين الراجل اللي تحت ده هيساعد، مش هقعد اقرا عشان مضيعش وقت بس. طيب هنا هيبعت 5 و6، هو ياخد بالك 4 واقفة هناك مستنية مين؟ 5 و6. 7 دي بالنسبة لها مش مهمة، هو ده بالنسبة له يستقبل 3 و4 هيتبسط ويبعت الاكنولجمنت. ادي 5 6، شوف هيبعت اكنولجمنت 6 وخلاص لسه ما استلمش 7. هيبعت اكنولجمنت 6 امتى؟ عند 34. حلو، انا عامة مش هقعد احسبهم كده مانوال بايدي، هوريكم الايكويشن دلوقتي اللي نحسب بيها. ممكن اسرع الموضوع شوية. ده كلهم هيتموا، بص هيتموا ازاي. حلو، وخلصت الباكتس وخدت 85 مايكرو سكند. حلو كده. طيب نحسبها ازاي بقى؟ since ان segment 4 was already transmitted، ده اللي لسه بحكيه، هي وصلت خلاص. station A immediately began the transmitting segment 5 و6 و7. حلو، عشان 4 بالفعل اتبعتت رغم ان هي موجودة في الويندو، بس خلاص انا هبعت 5 و6 و7 لان 4 مالها، 4 اتبعتت خلاص. طيب to trigger the acknowledgement station B needs 3 more. since segment 4 arrives at 16 it's only waits for 5 and 6، يبقى هي مستنية 5 و6 بس to finish transmitting and progression. ايه بقى الايكويشن دي؟ والله زي ما انا قلت، انا ببقى مستني مين؟ انا مستني ال5 و6 بس، مستني 2 يوصلوا. طب ازاي احسب الاتنين دول الترانسميشن تايم والبروجريشن تايم؟ يبقى عندك 2 في الترانسميشن تايم بتاعهم، 2 في 2 زائد 2 في كام؟ 2 في 8 وقت الرجوع بتاعهم. 2 في 2 زائد 2 في 8 يبقى 20. دي اسميها ايه؟ التايم بير سبسيكوينت بيتش. يعني ال 20 دي انا الاكنولجمنت عندي بتوصل بعد قد ايه؟ يعني كل مره عشان يترد على كل 3 باخد 20 مايكرو سكند. حلو كده، بس بمنتهى البساطه. 8 دي وهم رايحين و8 وهم راجعين. حلو كده. طيب يبقى اول acknowledgement اللي هي segment 1 و 2 و 3 arrives at 22 مايكرو سكند. هل في حد ممكن يفتكر دي ثابته؟ قاعده ثابته؟ لا مش ثابته. ليه؟ لان ده في حاله انه بيستعمل 3 سيجمنت، ممكن يكون بيستعمل 4، ممكن يكون بيستعمل 5، بيستعمل 6، على حسب كل حاله. فاهم قصدي؟ طيب فاكنولجمنت 1 دي arrives في 22، ودي فهمناها حتى في الانيميشن كانت واضحه، دي فهمناها ان هي بتوصل في 22. تمام. بص الاكنولجمنت 3 هتوصل هناك امتى؟ عامة هنحط رابط الموقع تحت وجربوها براحتكم. اكنولجمنت 3 وصلت امتى؟ 22 مايكرو سكند. طب كويس جدا، يبقى انا فهمت الحته دي. يبقى اول واحده 22، واتفقنا ان عشان يوصل اكنولجمنت انا مش بحتاج غير 2 بس يوصلوا، مش 3، لان في واحده باقي متبقيه من المره اللي فاتت. فهمت قصدي؟ فهمت الفكره؟ في واحده متبقيه من المره اللي فاتت، فانا يا دوب عايز ايه؟ 2 بس يوصلوا عشان ابعت اكنولجمنت. وحسبنا الاثنين دول عشان يوصلوا من هنا لهنا او يوصلوا اكنولجمنت بتاخد 20 مايكرو سكند. فكل مره هزود 2، كل مره هزود 20، فعشان يجي لي تاني اكنولجمنت زودت 20، تالت اكنولجمنت زودت 20، رابع اكنولجمنت زودت 20، هيبقوا 82. حلو كده. ده كده اول مطلوب، ده كده اول مطلوب طلعناه عادي كده، ده تمام. طيب تاني واحد عايز draw the sliding window position at t equals 0 and 15 microsecond for both sides A and B. يبقى انا عايز ارسم عند الثانية 10 والثانية 15، عشان كده عملت عامة الايه الانيميشن ده عشان يسهل الموضوع. انتوا هنا هتلاقوا الاجابة، يعني هنا هي الاجابة كده، دي شكلها يعني. طيب تعالوا نفهمها الاول. هو عايز عند تايم 10، بص كده عند تايم 10 هيحصل ايه. عند تايم 10 وصل عادي بصراحة شوية. ايه اللي حصل في تايم 10؟ بص شكل الويندو عامل ازاي. ادي دي انا بعت 4 فريم، بعت 4 فريمز. في حاجه جت لي عليها اكنولجمنت؟ لا. في اول 10 مايكرو ثانيه في حاجه جت لي عليها اكنولجمنت؟ لا. طب دي استلمت مين؟ استلمت واحد. بص هنا كده، بص هنا في الحل ده، دي استلمت اول فريم بغض النظر عن الترقيم، بس هي استلمت فريم ايه؟ 1 و2 و3 و4. استلمت 0، ده اللي استلمته. 1 و2 و3 و4 لسه ما وصلوش. ممكن دي تبقى واضحه اكتر من الحسابات اللي احنا حسبناها هنا.
يعني هنا انا عارف في اول 10 دي بس اللي وصلت. بص arrives at B سيجمنت واحد وصلت B بعد 10 مايكرو، ف 10 مايكرو سكند مين اللي وصل؟ سيجمنت 1 بس. حلو. طيب في 15 ثانية بعد 15 مايكرو ثانية ايه اللي حصل؟ لسه ويندو واحد زي ما هي. انت ممكن تبص عليها من هنا، عايز تبص عليها من المنطقة اللي تعجبك، سواء من هنا او من هنا، يعني من الانيميشن او من الرسمة اللي هنا. بعد 15 كانت مين اللي وصل؟ كانت وصلت سيجمنت 3. فالويندو هتتحرك قد ايه؟ اول اتنين هيطلعوا بره الويندوز، اول 0 و1 2 دول هيطلعوا بره الويندو، لان هو بعد 14 يعني دي وصلت كمان، يبقى 1 و2 و3 هيطلعوا. بس ثانية 15 دي هنا صح؟ 15 دي هنا، فمين وصلوا؟ هيكونوا التلاتة دول وصلوا، فواحد واثنين وتلاتة هيطلعوا بره الويندو، دول هيطلعوا بره الويندو ودول معايا في الويندو، فالويندو هتتحرك ناحية اليمين 3 خانات. حلو. ليه زي ما هي، فده شكل الويندو في 10 و 15. الايه زي ما هي، البي بس اللي بتتغير. حلو. بص بقى اللي بعدها دي ممكن اهو في الانيميشن برضو نشوفها. ادي في اول 10 ثواني بص شكل الويندو عامل ازاي. بص ال 14 هيبعت اكنولجمنت. بص ال 16 دي تعتبر بعد ال 15 يعني. بصوا مين اللي طلع من الويندو زي ما مرسوم هنا كده، 0 و1 و2 المفروض طلعوا من الويندو. ده عيد من الاول. المهم الفكره وصلت، مش عيدها تاني الصراحه عشان وقت الفيديو. تمام. طيب الستيشن، يعني احنا كده خلاص خلصنا دي كده. ايه بقى اللي بيقولوا اخر نقطه؟ if station B مشغوله with another session during the period، موجوده مشغوله من 10 ل 12، من 10 ل 20. recalculate the new time، عايز نحسب التايم تاني لو هي كانت مشغوله من 10، من اول 10 ل 20. من اول 10 ل 20 بص يحصل ايه. هيجي يبعت اول واحده، تاني واحده، ده يبعت الاربعه بتوعتنا، هيترفض صح. هيقول له ما انا مشغول، يبعت اللي بعدها نفس الكلام، يعني مشغول برضو، اول 4 يترفضوا. طب في فكره بقى، فاكرين في السؤال كان كاتب ايه؟ التايم اوت تايمر 22 مايكرو سكند. يعني ايه؟ يعني انا طول ما عداش 22 مايكرو سكند انا تمام، لسه الوقت بتاعي ما خلص. فلو من 10 ل 20 فتمام خلاص، انا هزود بس الوقت الضايع. انا هبعت امتى؟ كده كده انا هبعت بعد 22 مايكرو ثانيه، فنروح مزودين 22 مايكرو ثانيه على الرقم اللي طلع لنا من اول سؤال اللي هو كام؟ كان 84. فنزود 84 على 22 وخلصت على كده. هنا اهو هنزود ل 84 على كام؟ لا ده انا مش حاطط اخر السؤال. دي هنزود عليها، اظن موجوده هنا في الويب سايت. هنا هنزود ال 24 على 82. هو ليه هنا بقى حسب 24؟ في بقى حالتين، يا اما هو بيحسب التايم اوت، يعني لو تفتكروا هنا كان في اللوست. بصوا بيحسب التايم امتى؟ بيحسب التايم بعد اول سيجمنت اتبعت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جينا هنا وشغلنا ده كده وافترضنا، بص التايم هيبدا امتى؟ يعني هو هنا هيبدا يحسب تايم امتى؟ هل بعد ما اول سيجمنت اتبعت اللي هي دي تايم ستارتس ات زيرو، من اول ما بعت، ولا من بعد ثانيتين اللي هو الترانسميشن تايم؟ فلو الدكتور بيحسبها على حسب الترانسميشن تايم زي ما احنا بنعمل، اللي هو الحل الادق يعني في الاغلب، فاحنا كده فوق ال 22 هنزود 2 بتوع ايه؟ بتوع الترانسميشن تايم اللي هم ب2، فهيبقى 24 زائد الرقم اللي طلع لي من هنا. الرقم اللي طلع لي من هنا كام؟ 84 اللي هو ده 82 اسف، فيبقى 2 زائد كام؟ زائد 24. 24 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال 23 بتاعت التايم اوت بتاعتي، الوقت اللي هو بعده بيبعت تاني، بيبعت باكتس جديدة، زائد الاتنين بتاعت الترانسميشن تايم. في الأغلب الدكتور بيحسبها كده، إن هو بيبدأ التايم يحسبها، حتى السيميوليشن هنا بيعمل كده، بيبدأ يعد بعد إمتى؟ بعد ما بعت أول سيجمنت. بص عامة مش ده اللي قصدي عليه، المفروض التانك بتاع التايم أوت ده بيبدأ يعد بعد إمتى؟ بعد ما يخلص الويندو سايز بتاعته اللي هي الترانسميشن تايم بتاعت أول واحدة. فدي الأدق في الأغلب، إن إحنا بنعمل 22 زائد 2 اللي هي 24 زائد 82 اللي هي الإجابة اللي موجودة هنا، 82 زائد 24 اللي هي دي. بس فالناتج هيطلع لنا 106
مايكرو سكند. تمام، حلو كده. فهمنا النوعين اللي ممكن يجوا، سواء النوع ده وده الأقرب، يعني مسألة من دول، يعني دول أهم. لو هنعتبر في الأهمية فدول أهم. تمام. ممكن تجربوا تحلوا برضو السؤال التالت ده، بس مظنش الدكتور حله في المحاضرة. فنحل أول اتنين دول مهمين. تمام، هتلاقيهم على الدرايف جوه نتورك في الشيتس، هتلاقوا الشيت 4 ده موجود. والسؤال التاني اللي هو بتاع اللي هو زي البرنامج اللي هو ده الأهمية منهم. وطبعا مع سؤال الراوتنج، سؤال الراوتنج سهل ومضمون، يعني زي العملي شوية سبنيتنج وحوار بسيط يعني. دي 3 بت اتكلمنا عن الموضوع ده بس، فحط لكم رابط الاتنين دول تحت. برضه لو الأسئلة دي أسئلة سهلة، يعني which of the following protocols are example of TCP وال IP، دول كلهم أسئلة اتكلمنا عنها عادي. يعني انتوا لو حد حافظ دول يجي هنا، دول أسئلة على TCP وال IP. هنا السؤال كان بيقول ايه؟ which of the following protocols are example of TCP IP، مين في دول تبع ال TCP؟ تيجي هنا HTTP و HTTPS والحاجات دي كلها، يطلع الإجابة ايه؟ HTTP وال FTP دول. طب transport layer responsible for مين؟ رقم B. segmentation الكلام ده كله ممكن لو عايزين نحلهم بسرعة ماشي مع بعض. طيب segmentation is the process of ايه؟ التقسيم، dividing data into small. sequencing in transport layer بيدي رقم. error detection بيتعمل بايه؟ بالسي ار سي. السي ار سي ده cyclic recheck ولا cyclic؟ لا cyclic redundancy check. تأكد منها برضو. عامة يعني أسئلة بسيطة مباشرة، دي أسئلة من امتحان السنين اللي فاتت. السي ار سي كانت موجودة فوق، سعر redundancy يعني حقيقي cyclic redundancy check. طيب which segment arrives at the receiver with an error؟ لما segment توصل للريسيفر مع error ايه اللي بيحصل؟ بيوقعها، بيمنعها من الدخول. يعني هو انت داخله فيلم اسد بالجلابيه ما ينفعش. flow control is a technique for ensuring that ايه؟ بيتأكد من ايه؟ a transmitting entity doesn't perform receiving entity with data. يعني دي مكتوبة بالنص في السلايدات. the simplest form of flow control stop and wait، طبعا ده أبسط حاجة. طيب in stop and wait flow control the source entity مالها؟ في الفلو كنترول الستوب اند ويت بيعمل ايه؟ مش بيبعت بعد كده بيستنى الرد. transmit a frame and wait for acknowledgement before sending the next. بيستنى الرد. طيب in sliding window flow control the receiver allocates buffer space for how many frames؟ في ال sliding window flow control the receiver allocates buffer space for how ال W frames، يعني على حسب الويندو سايز بتاعك. تمام. A window size in a sliding window protocol represents the number of frames that can be sent without waiting for acknowledgement. أسئلة بسيطة يعني. The receiver's window in a sliding window protocol expands when ايه؟ امتى بيحصل لها expand؟ دي موجودة في الرسمة دي ايه؟ ممكن نبص لها شوية كده نفهمها. بيقول لك دي بيحصل لها expand امتى؟ في منظورين، السندر والريسيفر. يعني هو بيتكلم هنا ايه؟ على الريسيفر. بيقول لك امتى بيحصل لها expand؟ امتى دي بيحصل لها expand؟ window expands from leading edge as acknowledgement is received، لما بيوصل acknowledgement. طيب شوف انا بقى يعني قدامي وغلطت فيها. هو اول واحده اصلا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الريسيفر اللي تحت. امتى اللي تحت دي بيحصل لها expand؟ امتى تتحرك؟ لما تبعت from leading، لما هي تبعت acknowledgement. يبقى لما acknowledgement send. ان شاء الله مركز. انا acknowledgement send. طيب السندر ويندو سلايدنج امتى بيحصل لها expand؟ اللي فوق بقى السندر دي امتى بيحصل لها expand؟ لما تستقبل، ودي بتستقبل acknowledgement صح؟ يبقى acknowledgement received. حلو. the stop and wait flow control method is the same as sliding window method. بيقول لك stop and wait لو اعتبرناها شغالة بالسلايدنج ويندو فهي بتبعت كام ويندو؟ فبتبعت واحدة وتستنى acknowledgement. the sender has a sliding window of size 15. the first 15 frames are sent. how many frames are in the window now؟ حلو السؤال ده.
اللي بيبعت سندر بعت 15. تمام كده في كام؟ صفر ولا 15؟ 15 اكيد. ليه 15؟ لان ما جالهمش acknowledgement، صح كده؟ طيب دي اللي اتكلمنا عنها. تمام نكمل. which event occurs during the transport layer 3-way handle check. ايه اللي بيحصل exchange للداتا اللي هي خدناها في الاول دي، اللي بيقولوا السلام عليكم والتاني يقول عليكم السلام ويظبطوا الدنيا مع بعض. تبقى ايه؟ تبقى synchronization of sequence number. بيبدأوا يظبطوا السيكونس نمبرز ويعرفوا الويندو سايز والحاجات زي دي. الباقي ما ينفعوش يعني setting maximum window size only لا، يعمل حاجات تاني. تمام. HTTP use which transport layer. ده قلت الدكتور بيحب يسأل عليها كتير. TCP. طيب ال DNS user to DNS server. خد بالك في اتنين في السلايدات دي، واحدة تبع ال TCP وواحدة تبع ال UDP. to server تبع ال UDP، فدي تبع ال UDP. تمام. طيب ال RTP أي حاجة real time يبقى UDP. طيب ال DHCP تبع ايه؟ تبع ال UDP. مين في دول بيستخدم ال UDP؟ يعني كل دي أسئلة امتحان سنين سابقة. تمام. DHCP. طيب transport layer uses ايه؟ كل واحدة على فكرة من اللايرز ليها اسمه ايه ده ليها سيشن ادريسنج. يعني الابلكيشن لاير مثلا لما بنخش في دومين نيم، صح؟ الترانسبورت ليها بورت نمبر، صح؟ دي إجابة السؤال. مش بنحط بورت نمبر زي ما قلنا عشان يحدد الجلسة دي مفتوحة فين؟ في ال اسمه ايه ده اللاير اللي هي بتاعت النتورك، في اي بي بتاعت الداتا لينك، في ماك ادرس. عامة صح، في حاجة، في جملة بتتكتب عشان تحفظنا اللايرز دي، يعني ممكن تسهل شوية. ايه الجملة بقى؟ بيقول لك all people seem to need data processing. واول حرف من كل كلمه هو اول حرف من اللير. حد يقول لي طب انا احفظ الليرز اسهل؟ والله انا شايف كده يعني، بس هما بيقولوا الحاجات دي بتساعد على الحفظ وكده. كده ما بحفظش يعني، تخش الامتحان ننساهم. فالاي دي الابليكيشن، تمام، والبي البرزنتيشن، والاس السيشن، والتي ترانسبورت، والان النتورك، والدي الداتا لينك، والبي الفيزيكال لاير. تمام حلو. 174 ترانسبورت لاير uses ايه؟ قلنا بتستخدم البورت نمبر. طيب الادرس اوف HTTP، كل ده الكلام ده موجود في السلايدات بالنص يعني. بيستخدم البورت 80، وال HTTPS بيستخدم 443، وال SMTP بيستخدم كام؟ كان بيستخدم 25 تقريبا. ال SMTP بيستخدم 25. طيب الادرس بتاع ال FTP بيستخدم كام؟ 2021. كل الحاجات دي سهلة، ودي قلناها مجتش على SSH، يعني هي دي اللي هنعديها يعني بالمرة. ال SSH كانت 22. طيب الجو باك ان، ماشي، دي أسئلة مهمة بقى مختلفة شوية عن الحفظ. الجو باك ان بقى is a form of error control based ايه؟ قلنا الجو باك ان معتمد على ايه؟ على sliding window. هي الفرق بينها وبين العادية اللي هي اللي شرحناها هنا فين؟ حطيناهم جنب بعض. الفرق بينها والستوب اند ويت، دي بتبعت واحدة كل مرة، صح؟ دي بتبعت مجموعة كذا فريم. فالفرق بينهم ان دي بتستخدم ستاندنج ويندو. طب في الجو باك ان when the destination detects an error in frame بيعمل ايه؟ على طول بيرميها في الزبالة.
طب مين اللي كان بيحفظ فيها؟ السلكتيف. with selective rejected ARQ the only frame retransmitted اللي بيعاد رسالها مين؟ only those that receive negative acknowledgement or time out. تمام، دول جاوبناهم الباقيين بس كده. فإن شاء الله الموضوع سهل، نركز على السؤالين دول، السؤالين المقالي دول. تمام، الأغلب يجوا واحد شبههم، ونحل ده احتياطي. وأسئلة MCQ شايفينها سهلة إن شاء الله. هنزل يعني زي بنك أسئلة كده في كل الأسئلة اللي جت في الامتحانات، 225 سؤال تقريبا، بس بنراجع على نموذج الإجابة بتاعهم. وهنزل 3 امتحانات بنفس مواصفات الفاينل يعني. بس وده عودكم.